داطلي ما داطلي حلويات الناس يوزعون، تجي سيارات خاصة أصلا تسوي داطلي ما داطلي، مكان كاملة كلها ثوابات يوزعون، يعني شغلات يوزعون يوم الجمعة بالذات. المنطقة هي أصلا سياحية على حج بيرام، حتى المحلات البيئة، حتى المنطقة بصورة عامة ايش قد ما واحد يحكي عليها قليل. منطقة كلش حلوة وبيها فعاليات تصير كلش حلوة خاصة يوم الجمعة. وهاي هنا كلها محلات، هاي على اليمنى جوا هنا السرة كلها محلات، الفروع كلها محلات، كلها محلات الكتب والنواعم. هاي النواعم الهواي الشغلات الدينية، أرخشينات، كلاوات، عوشيات، خرز ما خرز، بخور ما بخور، كتب قرآن ما قرآن، كتب صغيرة وكتب كبيرة، أدعية ما أدعية، شغلات حج، هدايا ما هدايا دينية، سبح ما سبح. وهاي المسواق شوف شلون يبيعوها. المسواك اللي يعرفها اللي هي للرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا كلها يبيعوها. بالإضافة للملابس النسائية، ملابس طويلة يعني مو بناطيل، هاي ملابس مثل هاي الملابس تصير ملابس طويلة، ملابس دينية، ملابس عادية للمحجبات. مثل هاي الملابس هاي كلها محلات مثل ما تشوفون، كلها محلات. وجوا هناك محلات، هاي اللي هناك جوا كلها محلات. وفوق من كلها مطاعم، كافيهات ومطاعم. فوق تقريبا أغلبها كافيهات ومطاعم. جوا هنا المحلات، الرباط والملابس والسجادات والأشياء الدينية والأشياء الملابس المحجبات وغيرها. خلي أختم وياكم النهاية جوا، أشوفكم محلات الجوا، خليكم وياي. هاي الحياة البعيدة، الحياة اللي بتركيا بعيدا عن السلبيات. إذا السلبيات باللاجئين إذا نحكي بها وحاكي بها من قبل، هي مأساة وكلها تحت مطرقة الترحيل، أغلبنا تحت مطرقة الترحيل. بس ننسى هاي خارج هذا الفلوج خارج المأساة، خارج المشاكل. الحياة الطبيعية اللي بتركيا بالنسبة للسائح، بالنسبة للمستثمر للسائح تختلف، وأكررها دائما تختلف عن اللاجئ. وياكم سعد جوهر دائما وأبدا بأحلى الأوقات وكل التفاصيل من تركيا. وأي سؤال عندكم تقدرون تسألوني، أي سؤال عندكم تقدرون تسألوني به وأجاوبكم عليه إن شاء الله، على أي شيء يخص تركيا بالذات بأنقرة، على أي شيء يخص تركيا وعن الحياة التركية وعن التسوق، المستشفيات، غيرها بكل التفاصيل، كل التفاصيل اللي تفكرون بيها إن شاء الله أقدر أجاوبكم عليها. تقدرون تسألوني وأجاوبكم عليها. المحلات الجوا كلها محلات، بالصفحتين السايدين كلها محلات حلوة بشغلات النواعم اللي ما تلقوها بكل مكان تلقوها هنا. الشغلات الدينية بالأخص من حج بيرام، أضوص حج بيرام. الله يتقبل صيامكم، رمضان كريم عليكم جميعا. هنا المسقول
الشكليت والمسقول وهاي الملاعيب. هاي علوص اللي يجي بيها انا اشبهها بالعراق، اشبهها بباب الشرجي، اشبهها بباب الشرجي لان كل شيء موجود بيها. سوق كامل مال الالكترونيات، سوق كامل مال التليفونات، سوق كامل مال تسوق شعبي، منطقة اثرية، سوق ملابس كامل، سوق مطاعم كامل، كل شيء منطقة متكاملة حيوية شعبية متكاملة اثرية بنفس الوقت. هي من احلى المناطق على الاطلاق، هي من احلى المناطق على الاطلاق، من احلى المناطق بانقرة تركيا. واللي يجي بيها حصرا لازم يمشي بيها مشي ويطب باصغر الفروع مالته واكبر الفروع وكل الدرابين مثل ما نقول. يفوت عندي يشوف راح يكتشف هواي شغلات بيها، خاصة انها منطقة حج بايرام. المحلات اللي بيها اشكال بيها اشكال من ملابس، من اشياء دينية، ومن اكل، ومن شغلات يعني ما مفكرين بيها تلقوها هنا. فشوية من اللي يجي بيها خليه يفتر زين بيها، خليه يفتر زين بالفروع ويطب اكثر الفروع، يشوف بعينه شغلات اكثر من التصوير. قد ما واحد يصور ما يقدر يحصي كل شيء، ما يقدر يصور كل شيء. الشكرلر، هاي الشكرلر مثل شوكليت وغير الشوكليت، شوكليت والمسقول والشوكليت حامض حلو. التمر هذا اكثر شيء للفلسطيني والسعودي يجي، اكثر شيء للتركيا. هذا من اطيب التمور السكري نص كيلو. وهذا من اطيب انواع التمور اللي تجي بتركيا ب60 ليرة على المدينة. نص كيلو ب60 ليرة، نص كيلو 60 ليرة. بس كل التمر ما توصل للتمور العراقية مع الأسف. في العراق راجع باكفاير، لا يصدر ولا يدز لهاي الدول. يجي هنا السعودي وتونسي وإيراني، وما يجي العراقي غير الزيدي، والزيدي التعبان. ما يجي نوعية زينة، ما تجي، ماكو نوعيات بالتمر من التمر العراقية. حتى المكبوس اللي يجيبون تعبان، مو المكبوس الزين. أكثر شيء يجي هنا الإيراني والسعودي والفلسطيني انواع التمور. والعراق هو ابو التمر، ما عنده تمر يصدر لها الدول هاي، ما يغزي الاسواق هاي العالميه، ما يغزي الاسواق الدول الدائره مدايره التمر. المفروض العراق هو المصدر الاول يكون. وهلا بيهم، مليون هلا.